ايوه عيب صغير والله ايوه هو لسه عيب صغير. طب اجرب ونشوف عيب ولا زي ما كنت يلا عريس بوس يا عريس، بالراحه يا عريس، انت بتبوس بنت اختك ولا ايه؟ صاحبي انا الفاجر، انا القادر، انا ولا شرطة قطع يلا يخرب بيت ابوكوا. طبعا انت سمعت عرايس وافراح وبتاع طيران، دخلت على الفيديو بتموت في الشمات، قلت لازم ادخل اتفرج. التقدير يا جماعه، اضحكك تقدرني، هتقدرني ازاي؟ باللايك. فقبل نبدا الفيديو قبل اي حاجه نعمل لايك، والاشتراكات يا جماعه، الاشتراكات يعني انا عايز اشوف المليون بقى، يعني خلاص احنا 800 وشويه بقى لنا كتير قوي، عايزين ننط بقى نطلع على المليون، عايزين ناخد الضيع الذهبي بقى، نحط مثلا ما بين ده وده، نحطه في النص، نحطه على الكشاف، ان شاء الله نحطه في المروحه، يعني ان شاء الله نعلق الضيع اللي نلزقه في السقف مكان المروحه، دي مش قصه يعني، احنا نجيب المليون وبعد كده هنتكلم في الحوار ده. عملنا لايك واتاكدنا ان احنا مشتركين في القناه والدنيا تمام. الجروب ده بتاع الفيسبوك، كل الفيديوهات اللي احنا بنرياكت عليها من خلال الجروب ده، اي فيديو عنا حلو ووحش روح حطه في الجروب. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. يلا بينا بقى عشان معانا النهارده فيديو جنايه مختلف من نوع خالص، معانا شويه فيديوهات بصراحه يعني بقى. يلا بينا نخش على اول. اعرفك بنفسي، انا علاء الافريقي بموت. بتموت؟ طب وبتموت ليه يا علاء؟ بتموت ليه؟ اتفرج يا صاحبي، اتفرج يا صاحبي. بص شايف انا علاء الافريقي يلا، يعني علاء هو انت بتفرجنا ايه؟ انت قلت اتفرج يا صاحبي ولا بتلف ليه يا علاء؟ وحسن الافريقي ده ابويا وده حسن، وحسن الافريقي ده ابويا، ابويا اسمه حسن اهو، حسن اهو ابويا حسن. اتفرج ماسك ممنوعات يا صاحبي. احنا بوابة الممنوعات في مصر، بوابة الممنوعات في مصر، احنا عندنا كل الممنوعات يالا. واقسم بدين الله 20 سنة 21 سنة بنموت. بقالك 21 سنة بتموت انت وعلاء الافريقي عشان نجيب ممنوعات لمصر كلها. ولا انت بتبلغ عن نفسكوا يالا؟ بنتحدى اي حد في مصر، واقسم بدين الله عايز بطل يقف قصادي، عايز بص اسد، عايز بطل، عايز اي حد في مصر يقف قصادي. يا عم استهدى بالله، استهدى بهدل المحل ليه؟ انا مش فاهم الماركتنج في ذمه الله، اقسم باستهدوا بالله. هنشوف الدنيا ماشيه ازاي، وهنشوف انت وعلاء، وهنيجي نشتري اللبس، ونشوف البناطيل اللي عليها جوينال اللي انتوا عاملينها، هنشوف كل حاجه، بس انت اهدى وما تبهدلش المحل. انا محدش يقف قصادي في مصر، انا وعيلتي اللي اخترعنا في مصر الممنوعات. احنا اللي اخترعنا الممنوعات، انا اهو اهو احنا بتوع الممنوعات يالا. ممنوعات يا صاحبي، انا الفاجر، انا القادر، انا ولا شرطة قطع يالا يخرب بيت ابوكوا. انا المطرقع، انا مضيع المطرشم، انا المطرقع متطرشم متبهدل، انا المبرشم يالا، انا بتاع الممنوعات، انا وحسن ابويا حسن اهو. انا ابو جلابيه اللي ما بشوفش، انا ابو جلابيه اللي ما بشوفش، بحط الجلابيه على عيني ما بسميش بعدها. من اي حته في مصر. يا افريقي حكايتي على الله ان شاء الله. قول يا افريقي، انت بتشجعه ليه؟ انت ليه حاسس ان الافريقي بيعمل معجزه؟ بقول لك ممنوعات يالا. بص صغيرة عيب صغير. ايوه عيب صغير. هم هيخشوا دلوقتي؟ ايه؟ هيخشوا دلوقتي؟ هيخشوا دلوقتي. يعني بتخش انت؟ هو لسه عيب صغير. في ايه يا عروس؟ سادم انت اللي بتشديه براحه، يعني واحده واحده على الولا مش كده. طب اجرب ونشوف عيب ولا زي ما كنت ليه؟ مش عيب المصحف والله، مش عيبه المصحف والله. انت ساهمتي ليه كده؟ مش كده يا جماعه، مش كده، ده سيشن، يعني ده سيشن تصوير من باب الذكريات التانية دي بتتعمل على السرير لوحدكم في اوضه، انما تجيبوا عيل صغير كده، عيل صغير تجيبوه قدام الفوتوغرافر كده، تجيبوه في الزرع، ما عندكوش مشكله في اي حته كده في اي مكان. يلا عريس بوس ايه يا عريسي، انت بتزغزغها من تحت بطها، ده خدها يعني، ده ايه ده، انت شمام يالا. يا عريس، بالراحه يا عريس، انت بتبوس بنت اختك ولا ايه؟ بالراحه يا عريس، بالراحه. ايه يا عريس في انت بتحب تبوس بالقسط؟ ما تاخد بوسه واحده، يعني بوسه واحده ادخل كده ما ترجعش غير وانت واخد خدها معاك، انما لا كده مش حلو. عايز ايه؟ عامله كام عمليه تجميل؟ انا واحده اللي ما عملت حاجه، هي دي وخلاص. انت اللي عملتيها؟ اه عملتها بكام؟ ب8
8 بس، يعني من سنة. يعني دلوقتي بقت بكام؟ لا هي في الأصل أصلا ب45,000، بس عشان الدكتور صاحبك صديقي كده. هي في الاصل اصلا ب45,000، بس عشان انا الدكتور انا وهو بناخد بعض على المكتب بقى هو حسبها لي ب8,000. أقول لك اسمه؟ قول اسمه. الدكتور بس خلاص. اقول لك اسمه كمان. الدكتور استنى اقول لك اسمه. خلاص عرفنا. ولا معكش جاكيت بامانه؟ معكش والله. استنى انا مرت خالص من ورا. ولا يا كابتن، يعني العروسه حضرتك مش لابسه كلسون حتى، يعني انت رافع الفستان وداخل فين؟ انت داخل صالون بيتكو؟ طمني طيب، الوضع ايه عندك جوه؟ الدنيا تمام ولا الجو حر ولا ايه الفكره؟ طب ايه العريس موقفه ايه في الحوار ده؟ السلطان العبد لله السلطان ده العبد لله الصرصار مش السلطان خالص. سلطان ايه انا؟ انت جاي من مجاعه اصلا. عارف اني اسمي شاغل كل الحاقدين وحب الناس ده كنز حتى اشوف المعجبين. بص انا هقول لك حاجه وامي على طول بتقولها لي، خد اوميجا 3 حلوه يعني. امي مقتنعه ان هي بتطخن جدا. خد اوميجا 3 هتظبطها. شايف اني رقم واحد اصل وسط المحبوبين، اصل النجاح ده رزق ابعته رب العالمين. وجايب ملايه حاططها على انها كفايه. لا الفيديو متكلف بقى. العبد الله السويسايد ده عامل قلق بصراحه. الباقي اللي امي. بنت الاصول عندها كام سنه بس الاول؟ بنت الاصول ام شعيع النبي عندها كام سنه الاول؟ انت بتسال انت مالك؟ انت هتطلع لي بطاقه؟ وحضرتك بس احنا كل الحوار اللي احنا ما بنبيعش اقل من 18 سنه. مبدا يا صاحبي، مبدا، والمبدا ما بيتزعلش يبقى معروفه. ما بنبيعش اقل من 18 سنه. فوق ال 18 سنه بتبتدي الرئتين بتوعك بيكبروا، الدنيا بتحلو معاك. اشرب سجاير براحتك. ما تدي لاختي سجاير لحسن اكسر لك الكشك. هيكسر لك الكشك يعني. يا تدي اختي سجاير هيدغدغ لك ام الكشك. انا عامل لصالحك. انت محسسني ان انا عملت ذنب كبير. فيها ايه يعني لما اشرب سجاير؟ انا بضيع وقتي فيها. حضرتك بتقول لك هي بتضيع وقتها في ده وقت فراغ هي بتضيعه في السجاير. انت مشكلتك. حاجات حلوه كتير قوي ممكن تعمليها احسن من السجاير 100 مره، وتسليكي وتخليكي احلى واحده في الوجود، والناس كلها تشوفك قدوه ليهم. دي حاجات حلوه كتير تعملي بقى، خليها في الوجود وتخليكي قدوه ليهم. يعني في حاجات كتير قوي ممكن تضيع فيها وقت. هاتي باكيناج من اي سوبر ماركت وابتدي تجولي بيه في الشوارع، يعني بقى هو موضه دلوقتي بيسلي جدا. مثلا معنى اصح بصي لوالدتك مثلا، شوفي والدتك بتعمل ايه واعملي زيها. شوفي والدتك واعملي زيها. طب والدتك عامله شعار النبي اعملي النبي. لو والدتك ده الله اعلم هي ايه، بس اعملي زيها على طول. لكن انت بطريقتك دي غلط بامانه. انا غلط بامانه ما اقبلهاش علاقتي. طريقتك دي غلط بامانه. يعني رايحين جايين كده غلط بامانه. انا ما بقبلهاش علاقتي. وانا اعمل ايه؟ انا بضيع وقتي فيها. على فكره وانا اعمل ايه؟ يعني انا هعمل ايه؟ انا بضيع وقت فيها. يعني عندي وقت اضيعه في ايه؟ اشرب سجاير؟ اشرب مانجو وديع؟ اشرب مانجو ده مستقبلي؟ لا، انا بشرب سجاير حاجه بسيطه. فكره في حاجات كتير قوي تقدري تضيعي فيها وقت، زي الصلاه، تقومي تغسلي المواعين. فكر تقدري تضيعي وقت في حاجه زي الصلاه. ضيعي وقتك في الصلاه. يعني الصلاه تضييع وقت. احنا بنصلي عشان نتسلى، ولا انتوا بتعبدوا سجاير ميت؟ يلا صح؟ تتعلمي اكله جديده تفيدها بعد كده لجوزك، تبقي واحده محترمه الناس كلها تبقى فخوره بيها. تبقى واحده محترمه، يعني بقى واحده محترمه الناس كلها تبقى فخوره بيك. انا عايز اسال سؤال. عايز اسال حضرتك سؤال. هو ايه الفكره ان انت مزوق الكشك بمناديل؟ يعني ده زينه رمضان، ده من باب البهجه، تنشر سعاده في المكان. لكن انت تبقي ماشيه في الشارع تولعي السيجاره، حتى مش اسلوب كبنت ده، وانت بنت عسليه كده عيب. تبقى ماشيه في الشارع تولعي السيجاره؟ لا مش اسلوب ده حتى عيب. ده انت جايك عن النبي وعسل. ما تزعليش مني، انا اسف يعني وحقك عليا ان انا بقول لك كده، بس اقسم بالله انا عاوزك احسن واحده في الوجود. عاوز الناس كلها تبص لك بصه حلوه، مش هيبص لك بصه وحشه ويقول عليك كلام وحش. انا عندي سؤال كمان. يعني انا عايز اعرف حضرتك يعني ليه عايزها احسن واحده في الوجود؟ يعني انت تعرفها؟ ده هي لسه جايه تاخد منك سجاير. انت جبت النصايح وانت قلبك ابيض. انا حسيت بيك والله. انت راجل عشري وانا حسيت بحبك ليها فعلا. لكن اللي هشوفك
مثلا بتصلي تغسلي المواعين، هيقول عليك ان انت مثلا زي امك، هتطلعي ام مثاليه. انا عن نفسي لما بشوف واحده بتغسل مواعين انا قلبي بيدق، قلبي بيدق، وبحس ان هي احسن واحده في الدنيا، عشان مش اي واحده بتغسل مواعين. وبعدين حسب برضه المسحوق اللي بتغسلي بيه، ما هو المسحوق بيفرق في المواعين يعني، فاهماني؟ شكرا لكلام حضرتك وانا والله مش هجيب سجاير تاني. شكرا لكلام حضرتك وانا والله ما هجيب سجاير تاني. خلاص انا هروح الكشك اللي جنبك هجيب منه، ومش هجيب منك تاني عشان انت بترغي كتير. لما تيجي تاكل في الشيبسي ما ينفعش ان انت تفتحه كده. امال حضرتك هفتحه بباسورد ولا ايه؟ مش فاهم. وراونج. وايه يالا؟ وراونج. وراونج؟ ده ايه ده يالا؟ انجليزي ايه ده يالا؟ جاوبني جاوبني انا مش عارف، بس ده مش انجليزي ده. ده ايه ده بقى؟ دي اعراب يا رسول دي. ايوه صح انا عارف، انا بيحصل كده لما باجي اقتل حشره بتفضل شويه كده بتدوخ مني، وبعد كده بتبتدي ايه؟ خلاص بقى في تعداد الموت. ايه ده؟ دخلنا النار ولا ايه؟ في ايه؟ في حضرتك ما تعرفيش ان في الوان تانية؟ في الوان تانية كتير في الكوكب، اقسم بالله مفيش غير الاحمر، ده الفيديو كله احمر. ساعات الانسان بيتمنى انه كان يتولد لفته، والله لفته، اقسم بالله لفته كده، انت عايش ولا ليك ولا عليك، انت عايش كده في سلام، مالكش دعوه بالاشكال دي. يا لهوي يا لهوي، مش عارفه انزل اعمل ايه، المسافه عاليه قوي. ده ايه ده؟ حد ينزلني لو سمحتي، ممكن تنزلني عشان مش عارفه انزل خالص، عشان خاطري. يا شيخه عيب على طولك، ايه الهبط اللي انت بتعمليه ده؟ لو سمحت كسر وشها بعد اذنك كسر وشها، عشان خاطري انا والله. بيما مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، حد يساعدني طيب. لو سمحتي ممكن تنزلني عشان مش عارفه انزل بجد، لو نزلت الحته دي هموت. يرضيك اموت طيب؟ تعالي اركبي على ايدي، في المسافه طويله، احنا لسه قدامنا طريق عقبال ما ننزل من على الرصيف اساسا. حول الله ياما، ده الراجل نزلها واتشال. بعد ايه؟ هو اتشل، انا مش عارف ليه اتشل بصراحه، بس انا عايز اعرف مين صاحب الفكره عشان افهم المغزى، يعني انا اتواصل مع صاحب الفكره افهم بقى المغزى من الفيديو ده ايه. طبعا انتوا كنتوا مستنيين فيديو حلو، بس انا قلت الفيديو النهارده ايه اجيبه لكم ساده كده. اتمنى يكون الفيديو عجبك، اتمنى تعمل لايك للفيديو. نداء اخير لطيارات للانستجرام، بجد اللي مش موجود عندي على الانستجرام والفيسبوك والتيك توك الفتره دي فايته كتير قوي، لان انا بدات اهتم شويه بموضوع الريلز. يعني انا ما كنتش بعمل ريلز خالص الاول، كنت مهتم برياكت واليوتيوب بس، انما انا حاليا مهتم بموضوع الريلز، ففي ريلز كتير جدا بتنزل هناك ما بتشوفهاش في اي حته. فانا سايب لك لينكات السوشيال ميديا كلها عموما تحت في الديسكربشن، ادخل هتلاقيهم. ان شاء الله اشوفكم على فيديو جديد بالف خير، ودلوقتي اقدر لكم السلام عليكم.